احلى صباح. النهارده 22/11، ده تاريخ عيد ميلادي. لكن انا مش مبسوط لسبب واحد بس. انا بدات امشي في الثلاثينات. الموضوع بدا يعمل لي حاله من اللي هو ايه، انت بدات تكبر في السن ولا ايه؟ يا جماعه، ده انا لسه كنت من سنه زعلان كده، اللي هو ايه، يا ده عيد ميلادي ال 30 سنه اللي فات ده. النهارده عيد ميلادي ال 31. هو احنا كبني ادمين عموما يعني، مرحله انك انت بتكبر في السن دي، انا بقيت متاكد مليون في الميه ان مفيش حد فينا بيستقبلها. انك انت عايز تكبر وكده، لا، مفيش حد فينا بيحب النقطه دي. ليه؟ لان انا لاحظتها فيا. انا اول ما دخلت 30 سنه قلت ايه ده 30 سنه؟ امال فين ال 22 وال 24 وال 25 طب ده انا طلعت من العشرينات دخلت الثلاثينات، يا نهار اسوخ. امال لما اطلع من الثلاثينات هروح فين؟ هبقى عم الحاج. الايام والله 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 الايام بتجري. والله يا جدعان الايام بتجري. لو احنا فضلنا مكسلين ونايمين ننا وما فيش انتاجية في حياتك، والله العظيم ثلاثة لا تلاقي العشرين بقوا 30 والتلاتين بقوا 40 والاربعين بقوا 50. ويا عالم انت بعد الخمسين هتروح فين؟ حملني لكل الشباب الحلو اللي زي حالاتي واللي اقل مني واللي اكبر مني. اوانه اوانه لعشر سنين دلوقتي بقوا عاملين زي العشر ايام. بعدين هو اصلا ما فيش حد فينا عايز يكبر في السن اساسا. اللي يخليك بقى انك انت لسه صغير، خلي بالك ان لو انت استثمرت في نفسك وانت ما ضيعتش وقتك، لو انت اسست نفسك من العشرينات مظبوط تخش التلاتينات راجل برنس، تاسس نفسك برضو في التلاتينات تخش الاربعينات برنس. البرنس برضو في تاسيس في الاربعينات تبقى راجل. يعني ايه عايز اقول لك ايه، راجل كبير مكان. انما بتضيع وقت في العشرينات في التلاتينات في الاربعينات في الخمسينات، معلش في الكلمه، انت مالكش لازمه. في واحد ممكن يقول لي يا عم تلاتينات ايه اربعينات ايه، انت ده انا لسه قدامي 20 سنه على الاربعينات دي، لسه قدامي 20 سنه على الخمسينات، لسه قدامي 10 سنين على الخمسينات. مش 10 سنين ايه اللي انت عامل لهم قيمه دول؟ 10 سنين ايه في الايام اللي ما فيهاش بركه دي؟ انا الحمد لله رب العالمين في حاجات عملتها في العشرينات، يعني انا عملتها ونفعتني في التلاتينات، بس في حاجات برضو انا النهارده ندمان ان انا ما عملتهاش. بس هو الحمد لله رب العالمين، هو كل واحد بياخد نصيبه على قد ما اجتهد، وكل واحد على قد ما هو هيسعى على قد ما هو هيلاقي. وبعدين انا مش هقول لك بقى انا خلاص انا الشاب التمام اللي امنت حياتي واهملت. لا لا، في حاجات كتير فاتتني في العشرينات كنت انا المفروض اعملها، والله العظيم. وكنت انا السبب الرئيسي في ان انا ما اعملهاش، مش حد تاني ولا عقبات ولا لا لا، انا اللي كسلت. انت فاهمني؟ مش فلوس ابدا اللي عطلتني، وما كانش في فلوس برضه، بس انت لو كنت خدت الخطوه آه، في العشرينات كانت فرقت معاه مثلا في الثلاثينات. زي ايه مثلا؟ اقول لك انا مثلا، يعني انا في شغل هنا مثلا لو افترضنا انا باخد 5 قروش، لو انا كان معايا لغه كان الخمس قروش دول بقى 10، كانوا بقى 15، تخيل. لو كنت انا في العشرينات فعلا، كذا حد نصحني قال لي حمزه روح خد كورس، روح خد لغه، هتفرق معاك في شغلنا ده بنحتاجه اللغه. انا يا عم ماشي، ما انا حافظ كلمتين ومش عارف ايه. طب الناس اللي هي اتعلمت في العشرينات، الشريحه بتاعت المرتبات بتاعتهم اعلى مني بتاع 10 اضعاف، وهو نفس وممكن اكون انا اعلى منه في التست. بس معلش هو الراجل خد حاجه كمان طلع بيها في السي في بتاعه. انا بقول لك هنا الكلام، انت انا بقوله عشان احنا شباب زي بعض، وانا دلوقتي في مرحله اكبر منك فيها بخمس ست سنين، فبقول لك اللي فرق. فانت لسه معاك الخمس سنين او ست سنين دول تقدر تعمل فيهم اللي انا بقول لك عليه. ما تحطش في دماغك ابدا ان السنه دي يا عم ده لسه فاضل سنه. ده احنا النهارده في 23 دي بتخلص، فاضل لها شهر وبتخلص، واحنا لسه داخلينها. اقسم بالله العلي العظيم 2023 ديت انا ما مصدق ان هي بتخلص. من سرعه الايام انا ما مصدق ان احنا ده فاضل شهر. فاضل شهر يا باشا، و2023 دي تخلص، اللي احنا مش عارفين احنا اساسا نمنا وصحينا فيها ولا كلنا فيها كم مره ولا شربنا فيها ايه ولا عملنا فيها ايه اساسا. وسيبك بقى من كل ده، كل ده كوم، واحساس انك انت بدات تكبر
من غير ما تعمل اي حاجه كوم تاني خالص. انت فاهم؟ لما تلاقي في صحابك او ناس منك او ناس كانت جيرانك او ناس في سنك او ناس ما تعرفهاش خالص وتشوفه في سنك هو فين وانت فين. مش عايزين نخلي الايام تضحك علينا يا جماعه. لازم نقرب من ربنا، ده رقم واحد. ما ينفعش انك انت تبقى عندك 30 سنه 31 سنه ولسه ما بتصليش اساسا يعني. ده انت كده تبقى اصلا في الوحل. انك انت تكون في الثلاثينات وداخل على الثلاثينات او في ال27 وال28 وطالع على الثلاثينات وانت ما بتصليش اساسا، يعني كالف ب حياه وتاسيس والتزام انك انت ما بتصليش. فما تقنعنيش بقى ان انت هتبقى اي حاجه تانية، لا. وفي حاجه مهمه برضو، فكك من جو الصراعات. انت فاهم؟ يعني فكك من جو الصراعات والطار و... وده بيقول عليا ودي بتقول عليا والكلام الفاضي ده. فكك من الصراعات دي. ده اسوأ حاجة انت ممكن تنتبه لها، انك تركز مع الناس بتقول عليك ايه او ما بتقولش ايه، او تقف او حد يوقفك او يعطلك في مشكلة وتفضل تاخد فيها وقت كتير عشان تعديه وتثبت له ان انت. اخلع يا باشا، اخلع. الايام مش مستحملة، الايام بتجري. اخلع من كل الكلام ده. اشتغل، ركز في انك انت تبقى قريب من ربنا، في شغال تستثمر وقتك وفلوسك وحياتك. برضو حاجة مهمة تانية برضو، ما تكسلش او تأخر بند انك انت تتجوز. انت فاهم؟ برضو خلي بالك من النقطة دي. دي حاجة ربنا امرك بيها. ف... فوالله العظيم رزقك هيزيد. لو انت خايف ولا حاجة فرزقك هيزيد اكتر لما تتجوز وربنا يبارك فيه. والله ربنا يصلح احوالنا جميعا. ويلا كل سنة وانت طيب. بقى عندي 31 سنة. يلا الحمد لله رب العالمين. اشوفكم على خير.